أهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول لمسلسل بوابة الحلواني واللي تم عرضه عام 1992. بوابة الحلواني رائعة من روائع القدير محفوظ عبد الرحمن. ندق بوابة الحياة بالإيدين، قومي 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 افتحي لي ولادك الطيبين، قومي قومي. اللي بنى مصر واللي هي القاهرة الفاطمية واللي تعتبر دلوقتي القاهرة التاريخية كان فعلا في الأصل حلواني، لأن قائد الجيوش جوهر الصقلي اللي بنى القاهرة كان قبل ما يتخذ كمملوك للخليفة المنصور بالله واللي ألحقه بعد كده بالجيش كان أصلا في بلاده شاطر في صناعة الكنافة والحلوى. وعلشان كده ما كدبش الشاعر الكبير سيد حجاب لما قال اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. علشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات. واكتملت حلاوة أغنية بوابة الحلواني بألحان القدير بليغ حمدي وبصوت المبدع القدير علي الحجار. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوات. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوات. أبطال هذا العمل التاريخي الضخم بوابة الحلواني الفنانين الكبار عبد الله غيث وكمان سميرة عبد العزيز والفنان أحمد راتب وسناء يونس ونشوى مصطفى وخالد النبوي وصلاح أبيل وليلى طاهر وعبد الله فرغلي وكمان ميمي جمال وحسن حسني ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين اللي تألقوا في هذه المنظومة الدرامية التاريخية البديعة. اللي بنى مصر كان حلواني يا ولدان، حلواني حلواني اسمه على بوابتها لا زال ولا زايل، لا زال ولا زايل. ساعة الهوايل يقوم قايل يا بلدا يا بلدا، ويجي شايل هلا هوب شايل هلا هوب شايل حمولها ويعدل المايل. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوات. بتتناول أحداث القصة التاريخية جوانب عديدة جدا للحياة المصرية في العهد الخديوي. تم إلقاء الضوء على مسيرة أسرة الحلواني، وكان ده في الفترة اللي تم فيها حفر قناة السويس وانتقال كتير جدا من المصريين خاصة العمال اللي حفروا قناة السويس. تأثرات اجتماعية واقتصادية وسياسية عاشتها مصر نتيجة هذا الحدث الضخم وانعكاساته على حياة المصريين، وده اللي طبعا تم رصده بشكل كبير جدا خاصة من خلال عهد الخديوي إسماعيل في هذه القصة وفي هذا الجزء الأول. وكم من الصراعات كانت طبعا على السلطة واللي هنتابعها دلوقتي مع حضراتكم في أحداث الحلقة الأخيرة. ميل يا القناة وافصل ما بينها وبين بكرة اللي جاي من قهات الشيادين. الأبيض والأحمر دابوا متخلطين، وطلعنا من المولد ياهو ياهو مديونين. ازيك يا حمزة؟ الحمد لله. مبسوط؟ مبسوط. وسلام افندي ازايه؟ بخير. انت بقالك قد ايه سايب الفرم؟ ليه؟ لا يعني مش تاخد اجازة بقى وتنزل تشوف اهلك؟ ضروري. تحب اكلم لك اشرقة هانم؟ ما انا
هشوفها دلوقتي. لا لا، كتر الف خيرك. انا هاخد اجازه من غير ما اي حد يتكلم. لا يا راضية، أنا خلاص ما أقدرش أستحمل العيشة دي أكتر من كده. يا ساكنة بيه، قال ضل راجل ولا ضل حي. راضية، بلاش الضل ولا الضليلة دي معايا. لا 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 لا، أنا مش عايزة الكلام ده. ده أنا ساكنة بيه على سن ورمح. ما خلاص ما عادش فيه شغل. معلش، صحيح ما فيش شغل، بس فيه السرايا دي. وهنصرف منين؟ من أي حتة، بس مش من مختار. ده حريقة فلوس، طالع واكل نازل واكل، مخلص على اللي معايا أول بأول. أسيبه بقى يا راضية قبل ما يخلص على كل حاجة ويمشي. ايوه يا سعد، ايوه. انت بتشم المغنى يا اسماعيل بيه؟ وجنابك عرفت ازاي؟ انا قريتك وحفظتك. يبقى ده كفايه عليا، بس ارجوكي ابقي سمعيني دايما عشان ما تنسنيش. طب اقعد وبلاش كتر كلام. كنت عايز جنابك كلمه. اصل اسماعيل بيه كل كلامه اسرار. وماله يا سي عبده، احنا كلامنا اسرار وانتوا كلامكم العكس. اتفضل. مش عارف الراجل ده بيكرهني ليه. بيكرهك؟ معقول؟ انت كنت عايشه في كهف، لا عارفه كره ولا حب. انت اتربيتي فين؟ بعيد عن الناس. لما ناس كتير اتربوا بعيد عن الناس، لكن عارفين كل اللي حواليهم. انا قلت لك بعيد عن الناس، عن كلامهم، عن علاقاتهم. محدش كلمني بجد، محدش كلمني من قلبه. لا، ده انا يظهر هاخد معاك وقت كتير قوي واعلمك حاجات كتير قوي في الحياه. ما عادش ينفع يا سي عبده، اللي انا عرفته من الحياه يكفيني، لانه كتير قوي عليا. اسمع يا مختار، انت لازم تراجع نفسك. انت ظروفك دلوقتي ما عادتش زي الاول. بتعايريني يا ساكنة؟ بتعايريني؟ وما عشان لازمني شوية سوء حظ كل الناس تتخلى عني؟ مش انت بس اللي قابلك سوء الحظ، انا مش عارفه ليه، انا ما اعرفش سببه ايه. انا اتنحست من نهار ما اتجوزنا ومش عارفه مين السبب. قصدك عليا انا يا ساكنة؟ انا ما قلتش كده يا مختار. انت دايما كده، كل ما اطلب منك حاجة تخانقيني علشان ما اطلبش. بس المبلغ ده انا محتاج له. منين يا مختار يا حبيبي؟ منين؟ مش ساكنة بيه اللي تقول كده؟ ما انت عارف، من نهار ما اتجوزنا واتنحست مفيش ايراد. دبري نفسك يا ساكنة، دبري نفسك ساعة وارجع عليك محضرة المبلغ. دبري نفسك دبري نفسك. واضح ان عبده معجب بألمظ، ويبدو كمان ان ألمظ معجبة بعبده. ده شيء طبيعي، الاتنين بيشتغلوا في نفس المهنة، اكيد يبقى فيه شيء من التفاهم. حاجه تانية؟ خدمة صغيرة. ايوه. في ولد في الحرس اخوه يبقى صاحبي. الولد اسمه حمزة الحلواني، اخوه سلامة الحلواني. ده هو بقى صديقي. حمزة الحقيقة عايز اجازة ينزل البلد كام يوم يتجوز بنت عمه اسمها حفصة الحلواني. انا قلت له اكيد الهانم هتوافق. مع السلامه يا اسماعيل بيه. انت اتحسدت. انا اتخدعت يا راضية. معاش اللي يقول عليكوا كده. كنت فاكر ان احنا هنتعاون في الحياة سوا، طلعت بخيلة. ساكنه بيه ضحكت عليا.
ضحكت عليا وفهمتني ان ليها علاقه بالسلطان وانها هتتوسط في خلافي مع الخديوي. طلع كل ده اوهام. دفعت نص حياتي الافتخار عشان اطلع لفوق، ودفعت الباقي لسكنه، وادينا اهو. لا خدت حاجه ولا كسبت حاجه ولا حتى اتمتعت بحياتي. معلش اسمع. مش معنى اسمتي انا اللي كده. اروح اروقها لك. راضيه؟ ايوه يا مختار بيه. ممكن اسالك، لو واحد حياته ضاعت ممكن يبدا من جديد؟ ممكن. يا قلبي كله بأوانه، كله يا قلبي بأوانه. يا قلبي كله بأوانه، كله يا قلبي بأوانه. وكل وقت وله أذانه، كل وقت وله أذانه. وانا اللي شارب من نيلك، من نيلك بسهر في ليلك اغنيلك. انا اللي شارب من نيلك، من نيلك بسهر في ليلك اغنيلك. وابوس ايديكي واحنيلك بدم قلبي وحنانه. يا قلبي كله بأوانه، كله بأوانه. يا قلبي، يا قلبي كله بأوانه، كله يا قلبي بأوانه. وكل وقت وله أذانه، كل وقت وله أذانه. جميلة جدا. نعم. ده أفندينا اللي بيقول كده. دايما يقول ما عنديش في مصر غير ألمظ وعبد الحمودي. ده بيخاف عليكوا قوي. افندينا خايف علينا؟ يعني خايف انك تتجوز تاني واحدة زي ثانية شعبان تأثر على فنك. لا، بلغ افندينا انه ما يخافش من الحكايه دي. هبلغه. وبرضه بعض أحيان يقول أنا خايف ألمظ تتجوز واحد يبطلها المغنى. ولمح كده مرة إنه ينبسط قوي لو اتجوزته. يعني ده كان مجرد تلميح. فرصة سعيدة جدا يا ألمظ هانم. عبده أفندي. في ايه؟ يظهر ان افندينا بيشتغل خطبه ليانتي. اللي زي اسماعيل صديق ده يقول افندينا عايز كذا وبيقول كذا، وده مش صحيح. وطبعا مش كل واحد هيروح يسأل افندينا. وبتقولي انك مش عارفه حاجه في الدنيا. انت بتقولي ايه يا افتخار؟ سكنة. أنا اسمي سكنة بيه، مش افتخار. ولو كنت متصور إن أنا هي تبقى غلطان. اصحى. ما هو انت لخبطتيني يا سكنة. بالعكس، أنا بقول الصراحة. متهيألي إن إحنا حياتنا إحنا الاتنين ما بقتش كويسة أوي، فأحسن حاجة إن إحنا ناخد هدنة من بعض. فأنا متصورة إن أنت تاخد هدومك وحاجتك وتعيش بره شوية. بره فين؟ بره السرايا؟ سرايتي أنا. لا، ده انت اتمكنتي قوي. مش فاهمة. دي سراية افتخار. مش فاكرة. مش فاهمة؟ مش فاكرة؟ انت بتكلميني كده ليه؟ ما انا بقول لك احسن حاجة ان احنا ناخد هدنة من بعض.
فانا متصوره انك انت يعني ترحل بره شويه كده لغايه انا ما اريح اعصابي. لا يا ساكنة، لا، مش لحد ما تريحي اعصابك، انا هرحل على طول. ماشي يعني، مفيش اي مانع. على العموم باب السرايا بتاعتي يفوت جمل بما حمل. تعرف انك ولا حاجة. عارف. اخبار حفصة الحلواني ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ هي مش خطيبتك؟ مظبوط. بتحبها؟ رد عليا، بتحبها؟ ايوه. طب وانا؟ يا هانم انا فين وجنابك فين؟ ده انا لو قلت للناس في الفرم اني شفت جنابك مش كلمتك عمرهم ما هيصدقوني. انت مالك ومال الناس؟ مال الناس باللي انا بتكلم فيه؟ انا بتكلم عليا وعليك. يا هانم جنابك جد في الكلام ده؟ امال بهزر؟ انا لما قلت لك اني بحبك كنت بهزر؟ لما قلبت الدنيا كلها لما خدوك المكسيك كنت بهزر؟ ده انا رحت الجهادية 20 مرة علشان خاطرك. كان ده جد ولا هزار؟ يا هانم ارجوكي، مش كل حاجه بالعقل. انت مالك ومال العقل؟ يا اخي احلم، سيبني انا اشغل عقلي. بتحبها قوي؟ مكسوف ولا عايز تكذب عليا؟ لا ده ولا ده يا هانم، احنا الاتنين بنحب بعض من سنين طويله. علشان ما تندهش انا هأمرهم يرموك بره السرايا. والله ما مصدق ان احنا اتجمعنا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا. والشتيتين دول انا وعمي حمزة؟ والله هو الشاعر قالها بالمثنى اعتباطا، لكن ما هو كان قادر يجمع. الله ايه يا سلام، انت مش هتنسى ايامك في الازهر دي؟ انت خلاص فلت يا اخويا، بقيت من تجار مصر المحروسه، انسى. ايام الدراسه في الازهر هي من احلى ايام حياتي، وانا لما انهيت الدراسه في الازهر ورجعت الفرمه كنت تعس بصحيح، لاني كنت متوهم ان انا مش هرجع للقاهره المغريه، لكن ادي احنا رجعنا وعشنا. مش لوحدك يا سلامه، انا وانت والمظ حصل لنا اللي بتقول عليه ده، لكن خلاص بقى انا الاوان ان احنا نرجع. ايه نرجع؟ نرجع ازاي؟ نرجع ازاي يا حمزه؟ ده احنا اتزرعنا في القاهره، مش ممكن هنتقلع من مصر المحروسه. الظاهر ان اول واحد هيرجع فيكوا على الفرمه، لان الست اشرقت هانم قلب عليا الايام دي. اكلمها لك، اشرقت هانم صاحبتي. صاحبتك؟ هي مين دي اللي صاحبتك؟ اللي زي اشرقت هانم دي اصيله يا بنت اخويا، ملهاش اصحاب. وما دام اشرقت هانم قلب عليك يا فالح يبقى عمرك ما هترجع الفرمه. على الاقل لازم احاول يا سلامه. على ايه اللي تحاول يا سي حمزه؟ هي يا اخويا المحاوله بالساهل. انا شخصيا بفكر. بتفكري في ايه يا اصيله؟ اديك قلتها يا عمي، انا مهما كنت ومهما الناس نادتني يا المظ انا برضو اصيله. انت مش مدركه مغبه الفكره دي. الله ايه يا سلامه، ما تكلمها بالعربي يا اخويا. ايه المغبه دي؟ المغبه دي ليا انا، اصل انا ليا عنده مغبه. ابوكي حصل له اللي حصل له ده لما اختفيتي، يبقى هيحصل له ايه لما يشوفك بعد السنين دي كلها؟ انا ما فكرتش هيعمل ايه لما يشوفني، انا فكرت ان انا نفسي اشوفه. خلاص يا اصيله خلاص، هنسافر سوا. انت كمان اصابك الخبل. انتوا مش مقدرين واقع الكارثه على شلش الحلواني لما يشوف اصيله بنته بعد 10 سنين. مهما كان انا لازم اسافر. انا كمان لازم اسافر. ليه لا؟ نروح نوري حريم الفرمه الامل اللي احنا بقينا فيه. يظهر ان كلكم اصابتكم جنه، ولكن لا باس، مغامره. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سي عبده، اللي لم الشامع المغربي. الله، ودي غرابتي ايه يا سي عبده؟
ما طول عمري يا اخويا الشام ابن عم المغربي. طب وبتعملوا ايه بقى؟ ما تاخذنيش، دي تجاره يا عبده، تجاره. بيقولوا التجاره شطاره، ومع ذلك اخويا ناجح في التجاره. لانه شاطر. سبحان الله، دنيا صغيره قوي. اخو عبده الحمولي بيشارك عم ألمص. اديك قلتها. شركه. يلا بقى اعقلها وتوكل على الله. طيب على فين يا عبد؟ طب ما انت قاعد تشهد معانا على الاقل. والناس بتقول ان ألمص وعبده الحمولي بيتنافسوا. بالاذن هشوف بس ماله. مالك يا عبد؟ في ايه يا اخوي؟ ايه؟ مش عارف يا اخي، يظهر كل حاجه بتفكرني بألمص. مش فاهم. اروح سهره الاقيها ابوك يجي يطلبها، انت بقيت شريك عمها. لا، وده يزعلك في ايه؟ ده يزعلني ليه؟ ده حتى فندينا عايزني اتجوزها. ترى اني كنت ظالم الراجل، كنت بقول ان افندينا دي كل مشاريعه خايبه، اتاريها هو بيفكر في مشاريع عظيمه. يا اخي ما تستعجلش كده. عبده، انا شايف ان ألمص مناسبه لك قوي. ليه بقى؟ عشان احنا الاتنين بنغني؟ قال لها تأمن المنافسه. انت عارف ان انا ما بخافش من المنافسه. قصدي تأمن شر الناس اللي بيحاولوا يوقعوا بينكم. والاهم من كل ده انك باذن الله هتخف من حب اشراقه هانم دي. هي دي. انا هفضل الف حوالين اشرقت كده لحد ما اتحرق. لا هتقدر تخليني اقرب منها ولا هعرف ابعد عنها. انا بحب اشرقت لكن هي ما تعرفش ان انا بحب المغنى اكتر من اي حاجه في الدنيا. انا مستعد اروح اخطبها لك يا اخوي. اشرقت؟ اشرقت ايه يا جدع؟ ألمص يا اخويا، ألمص. طيب روح اخطبها. انا ما تعودتش حد يعصى اوامري. ايوه بالظبط يا برنسيسة، هو ده الموقف. اتعودت تشوف الحب في عيون الناس، مش كده؟ اكتر من الحب. اتعودت تشوف الذل في عينيهم. بس انا مش كده يا هانم. وبعدين انا اهمك في ايه؟ انا واحد من الاف. حمزة، انت شايف الوش ده؟ قمر. انا عندي 1000 وش تاني غيره. حظك هيبقى وحش قوي لو شفت واحد منهم. ده سالي، انت خسران حاجه؟ ما كله بيضرب فيك. بس انا استمتعت، مش ألذ من تعذيب الناس. عشان كده انا بتستمتع لما بتضربني. كل ما تألم كل ما تنبسط. ستات كتير، لكن لا، هي متحمية بمركزها الكبير. توصل مركزها. بس بتعرف اسمعي الصديق مش هفية. حيوان انت، يا حيوان. انا اكبر من 20 انا اكبر من سنين، اكبر من نهار، انا اكبر من كل واحد في البلد. وهتشوف. انت حيوان انت.
طويل. ليه ما بتحبنيش؟ هتندم على كل اللي عملته فيا. عارف مين اللي هيندم؟ انت وهي. انت انك شفت الحيوانه دي وهي بتحط الجزمه فوق دماغي، وهي عشان صاحبه الجزمه. أظن المهمة دلوقتي بقت واضحة قدامكم. انتوا هتعملوا خدمة كبيرة جدا لولي النعم، وهيكافئكم عليها. هتخرجوا من السجن، لكن لو فشلتم هتبقى نهاية كل واحد فيكم. يلا يلا. في الحالتين طبعا هتبقى نهاية كل واحد فيكم. مولانا، البرنسيسة بخير. امال ايه الكلام اللي احنا سمعناه ده؟ هتعيش، لكن وشها ماله وشها؟ ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله الراجل ده؟ احنا ممكن نشوفها؟ هي طلبت ما حدش يشوفها، وانا كمان ما انصحش. عن اذن افندينا لازم اكون جنبها. اتفضل. أكيد ده انتقام. انتقام؟ انتقام ليه؟ ومن مين؟ إذا ما كانش انتقام أمال بيشوهوا وشها ليه؟ الحكاية دي لا يمكن السكوت عليها أبدا. طبعا يا فندم. قضية الأمن دي من القضايا اللي أنا بهتم بيها جدا. وبعدين دول وصلوا للعيلة، مش ممكن القضية دي نسكت عليها أبدا. دي قضية خطيرة يا إسماعيل. أكيد يا فندم، أكيد. تفتكر مين يكون عملها؟ أنا لحد دلوقتي ما أعرفوش. ما اللي أعرفه إن أول ما هوصل له هسلخه حي. أنا عارف أنت بتحبها يا إسماعيل، أنا عارف. يا ريتني كنت أنا. كنت هبقى سعيد. ابن شوق. لا، ما تنادينيش بأمي. أنا دلوقتي ربيع بهنس ربيع، الشهير بربيع، عين أعيان مصر المحروسة. ده مين ده؟ يا حفصة، المثل بيقول خليك مع الكذاب لحد باب الدار، وأنا قدامك أهو. أنا مش كذاب يا حفصة. رجعت ليه يا ربيع؟ اللي أحسن منك ما رجعوش. أنا رجعت يا بنت الناس لأن كان في دماغي هدف عايز أحققه. لطمت الدنيا ولطمت فيا لحد ما حوشت مهرك يا أست حفصة يا أست الستات. حوشته يا ربيع؟ أيوه، لو إنك أنت مقامك كبير. أنا كان نفسي أجيب لك الدنيا كلتها، أجيب لك نجمة من السما، بس حوشته. حوشت كام خردة يا ربيع؟ لا مش خردة، أرض البوابة. بوابة الحلواني بقت ملك هاني.
يعني مش قلتلك يا حفصة؟ مش قلتلك هتفرج؟ وإن شاء الله هتفرج. والله يا جماعة الواحد ما هو عارف يحتفل بإيه ولا بإيه. كفايه ان ربنا نجلنا سي حمزه من غدر الخاينين والظالمين، كانوا هياخدوه على مغبه. اللي هم مين دول يا جماعه؟ اسماعيل بيه صديق بيحقق بنفسه في الموضوع، ومش بعيد يطلع هو المتهم. بيقولوا ان سرايا اشركت اتسرقت قبل كده، وان المره دي برضو كان الغرض السرقه. لا يا اصيله، المره دي ما كانش غرضهم السرقه ولا حاجه، المره دي غرضهم قتل اشرقة هانم. وانت يا حبة عيني رحت في السكه، كنت هتروح في الرجلين. لا راح ولا جه، والحمد لله انها جت على قد كده. وست اشرقت مهما كانت افضل نقدر نقول انها مش من توبني. وبدل ما نحزن عليه نحزن احنا على نفسنا. وده اللي احنا قررناه فعلا. لازم بقى ناخد بالنا من نفسنا. هنسافر الفرمة وهنشارك في احتفالات الكنال، وهنقابل السيد شلش، ونرجع نقيم الافراح 3 ايام. ما تأخذونيش يا اخوانا، مش مصدقه نفسي، عقلي هيطرقع من الفرح. كلكم هنا كده مره واحده؟ طب كنتوا افتكرونا، ده احنا مستنيينكم من 10 سنين. 10 سنين عداهم، باليوم بالساعه باللحظه. اللي في المكسيك واللي في المحروسة واللي مش عارفين فين، واللي قال جاي واللي قال مش جاي. يابا اهدي اهدي يا حفصة. حفصة حفصة، يا ألف نهار أبيض، ابن عمي لسه فاكر اسمي؟ هزغرط يا ولاد، أنا هزغرط. تعالي معايا، تعالي معايا يا حفصة. أجي معاكي فين يا كوكا؟ أجي معاكي فين يا مرات ابن عمي؟ لا يا أختي، أنا هقعد هنا قدامكم لحد ما شلش الكبير يجي يشوفكم. اخس عليكم، اخس. قهرتوه، قسمتوا ظهره وكسرتوا قلبه. الأكادة زي ما يكون حاسس انكم جايين، نادى على الرجاله قال لهم خدوني خدوني على الترعه. حاكم الرجاله من يوم الحفر قاعدين. معقوله يا ولاد حد يعقل يا عقيله؟ سي عبده وست الماظ، سي عبده وست الماظ في ضلمه. انا هزغرط. يا حبيبي يا كبير، يا حبيبي. قال ايه؟ عايزين يحتفلوا في حفر القناه. على ايه؟ ده احنا من يوم ما ابتدينا الحفر فيها واحنا ما شفناش يوم عدل. جالي الكبير وقال لي اللي قول لي هاض يا ربيع يا بهنس، احنا خلاص بقينا دقه قديمه راحت عليا. قلت له فشر يا كبير، ده انت طول عمرك الكبير. قال لي طب قربوني للميه. قربناه للميه، اتبط فيها وقعد يبلبط ويصرخ ويقول الحقوني. على بال ما جرينا عشان ننجده كان السر الالهي طلع. اسمح لي يا سلام يا فندم بكلمه، انت دلوقتي الكبير بتاعنا
ورأي رأيك والشورى شرطة. اتفضل يا ربيع. أنا عارف إن الكبير روحه كانت متعلقة بالبوابة. إيش قولك لو ندفنه هنا؟ بس البوابة ملك مختار بيه الكاشف. لا، أنت غلطان. البوابة دلوقتي بقت ملك هاني. وهي ورقة المبايعة اهي. البوابة ملك هاني، بس أنا ليا رأي تاني. ما يصحش إن البوابة تبقى ملك واحد فينا. جايز تكون ملكنا كلتنا، إنما ملك واحد هو ده الغلط. الشخصية المصرية وما تحمله من كثير من القوة والجلد والتحمل والصبر وكمان الذكاء الفطري، كتير من السمات تم تجسيدها للشخصية المصرية عن طريق طبعا الدراما اللي أبدعت في عديد من الأحداث اللي أظهرت هذه الشخصية، وكان على رأسها بوابة الحلواني. حلواني